ايه هي انواع العقارات في الامارات؟ من الشقة الاستثمار الفندقي. افهم عشان تعرف تبيع صح. لو جالك عميل وقال لك انا عايز استثمر في شقة، اول رد منك ما يكونش تمام انا عندي مشاريع كتير. المفروض تسأله شقة ازاي، فين، ايه نوعها، وعايز الهدف من ده ايه، لان السوق مش نوع واحد، واللي مش فاهم التفاصيل بيضيع العميل وبيضيع الصفقة منه. تعال نبص على انواع العقارات الرئيسية في الامارات ونفهم كل واحدة امتى تشتغل وازاي تتباع. اولا الشقق السكنيه، ودي اكتر نوع منتشر بس مش كلها زي بعض. عندك الاستوديو، ده غرفة صغيرة مناسبة للشباب أو للإيجار الشورت تيرم. عندك ال1 بيدروم وال2 بيدرومز وال3 بيدرومز. كل ما زادت الغرف كل ما زاد السعر والإيجار المحتمل. عندك البنت هاوسز، دي وحدات فاخرة بتبقى في الغالب في أعلى المبنى ومناسبة للفئة الراقية. هي صعبة التدوير بس قيمتها عالية ومناسبة لاستثمار طويل الأجل أو للتأجير السنوي. تاون هاوس، تاون هاوس ده في نص الطريق ما بين الفلل والشقق، بيبقى دورين أو أكتر وله مدخل خاص وله مساحة أرض محدودة، وغالبا بيبقى داخل مجتمعات مغلقة اللي هي جيتد كوميونيتي، بيناسب العائلات الصغيرة وعليه طلب من المقيمين. ثالثا الفلل، ده المستوى الأعلى من السكن، بيبقى وحدات مستقلة، حديقة زائد جراج وأحيانا مسبح، مساحات كبيرة ومستوى تشطيب أعلى، وبتناسب الإقامات العائلية الطويلة. قوية جدا في الاستثمار لو في موقع ممتاز زي مثلا بالم جميرة أو دبي هيلز. رابعا الهوتيل ابارتمنت أو الشقق الفندقية، دي بتبقى تأجير قصير المدى، إدارة فندقية، العميل بيشتري شقة والفندق بيأجرها له وياخد عمولة، في الغالب بتبقى مفروشة وجاهزة للإيجار من أول يوم، ليها عوائد عالية بس مصاريف إدارية أعلى، مناسبة لمستثمر عايز دخل فوري ومن غير تعب. خامسا التجاري، وده بيتضمن مكاتب، محلات، مستودعات، مناسب لرجال الأعمال أو اللي عندهم شركات، بيعتمد بشكل كبير على موقع العقار وعلى الطلب في السوق. سادسا الأراضي أو البلوتس، دي موجودة في مناطق مخصصة للبناء، ممكن تبني عليها فيلا أو مشروع، بس بتحتاج خبرة، متابعة، وقوانين دقيقة، مناسبة لاستثمار طويل الأجل، محتاجة عميل فاهم ومستعد ياخد استشارة هندسية. ازاي تستخدم الانواع دي كوسيط؟ اول خطوة اسأل العميل هتسكن ولا تستثمر؟ لو هتستثمر عايز عائد سريع ولا كابيتال ابريشيشن؟ هل عندك سيولة ولا محتاج اقساط؟ على حسب اجابته انت بتحدد النوع المناسب. ما ينفعش تبيع فيلا لواحد بيدور على شورت تيرم، ولا تبيع شقة فندقية لواحد بيدور على سكن دائم لاولاده. امثلة من السوق: عميل روسي محتاج شقة فندقية شورت تيرم عائد سريع، عميل خليجي محتاج فيلا فخرة في منطقة راقية محتاج يشتري كاش، عميل مصري مقيم محتاج شقة تحت الإنشاء أقساط طويلة عائد شهري، عميل أوروبي محتاج إدارة كاملة مش عايز يتابع ومحتاج مشروع جاهز. كل حالة ليها عقار يناسبها. اللي أنا قلته ده أمثلة تقريبية، ممكن يقابلك حالات مختلفة عن كده في السوق، بس في النهاية كل حالة بيبقى ليها نوع العقار اللي بيناسبها، وانت اللي في ايدك انك توجه. تابع السلسلة لانك كل ما عرفت اكتر عن السوق بقيت اقرب للصفقة الصح والعلاقة الاطول.